مؤكده، بس فيما يبدو ان امير توفيق خارج مصر يعني. بنسبه كبيره الاهلي هيسافر يوم 29 يناير للمغرب مش 28 يناير زي ما كان في استقرار في الاول. كولر بيقول ان 72 ساعه كافيه ومش عايز يتواجد بوقت كتير من قبلها يعني. بفكركم تاني القرعه كان الاهلي مع اوكلاند سيتي، والفائز هيلاعب سياتل الامريكي، والوداد المغربي مع الهلال السعودي، والفائز هيلاعب فلامينجو، والفائز من الاهلي اوكلاند سيتي لاعب سياتل زي ما قلت، الفائز منهم يلاعب ريال مدريد. المرة الثامنة في تاريخ النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، الثالثة على التوالي، كان في نسخ 2005 و6 و8 و12 و13 و20 21. أفضل النتائج هي حصوله على الميدالية البرونزية في 2006 و2020 و2021. بمناسبة كلامنا عن النادي الأهلي ومشاركاته الخارجية، في وفد هيزور مصر خلال ساعات، هيروح مقر النادي الأهلي بكرة، وده وفد من الكاف والاتحاد الدولي لكرة القدم عشان متابعة ملف دوري السوبر الافريقي. الوفد ده هيزور مصر وبعدها هيكمل زياراته ل10 دول افريقية، عايز يعمل اجتماعات مع أندية القمة في افريقيا. زيارة الوفد فيها تنسيق كامل بين الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري. تبدأ زيارة وفد السوبر الافريقي من مصر، بعدين تونس، وبعدين المغرب، وبعدين الجزائر، وبعدين غانا، وبعدين غينيا، تنزانيا، جنوب افريقيا. هيقعدوا في كل دولة كده حوالي 72 ساعة، وكمان هيحضروا كأس العالم للأندية، بيشوفوا مقرات الأندية الرئيسية، ملاعب التدريب، ملاعب المباريات، مقرات البراعم، قطاعات الناشئين، ورش عمل مع مسؤولي كل نادي من أجل التعرف على مدى الجاهزية للمشاركة في النسخة الأولى من المسابقة. الأندية المرشحة قلنا لكم قبل كده إن الكاف لسه عنده مشاكل في قصة الرعاة ومش حاسمين شكل البطولة، لكن وفقا كده لاخر المقترحات من المرتقب يعني ان تقام مسابقه السوبر الافريقي في النسخه الاولى من 8 ل 12 نادي بس، مش زي ما كانوا بيقولوا العدد الكبير ده. النسخه التاليه ان شاء الله يبقى 16، النسخه اللي بعدها يبقى 24، وده عشان يضمنوا نجاح السوبر الافريقي، وكمان بيؤمن المسابقه من الوقوع في اي خسائر ماديه يعني. فالاهلي، ترجي التونسي، الوداد المغربي، الرجاء المغربي، حوريه كوناكري الغيني، هارس اوف اوك الغاني، وسان داونز الجنوب افريقي، وسيمبا التنزاني. خلينا نروح لنادي الزمالك اللي بيختتم النهارده تدريباته استعدادا لمباراه بيراميدز بكاس مصر. احمد فتوح وعبد الله جمعه تدريبات اضافيه، هم اتمرنوا بس بعد كده عملوا تدريبات اضافيه بيجهزوا من الفتره اللي جايه. ابراهيم انداي زي ما قلت لك في الموجز شارك في التدريبات، ويعني خلاص اعتبره بقى جاهز يعني. يمكن ما يلحقش بيراميدز لكن يلحق النادي الاهلي، خلص برنامجه العلاجي وممكن يبقى موجود في القائمه في بيراميدز. ودايما فيريرا بيأكد على موضوع ضربات الترجيح. الزمالك خلاص اعتبر ايبوكا في الزمالك، خلاص القصه خلصانه، حسب ما هو معلن او حسب ما هو يعني غير معلن. 40 مليون جنيه، القسطين الاولانيين هم اعلى قسطين، يعني هيتم الكشف عن تفاصيل جديده قريبا جدا، لكنه خلاص الزمالك انهى تماما ايبوكا. فاضل بس السيراميكا عايز لعيبه من نادي الزمالك. هل دول هيقيموا بالمال يعني ال 40 مليون يقلوا يبقى فيهم فلوس؟ هنشوف الدنيا هتحصل ايه، وهيتم الاعلان قريبا بامر الله سبحانه وتعالى. المهم انه ايبوكا لعيب كويس يا جماعه عشان حضراتكم تبقوا عارفين. لائحه محترمه بشكل حلو، وهيبقى الدنيا ممتازه، واللجوء بقى ل خارج القضاء ده ما بقاش موجود. يا رب نستفيد من ده باذن الله. اتحاد الكرة ورابطة الأندية بكرة هيجتمعوا مع لجنة الحكام برئاسة مارك كلاتنبرج، هيناقشوا أوضاع التحكيم وسبل تطويره في المرحلة المقبلة، ومراجعة الأمور التحكيمية ودراسة كيفية معالجتها. يا رب يعالجوها ويا رب يظبطوا يعني. رابطة الأندية بتغرم الأهلي 40,000 جنيه للسباب الجماعي واعتراض اللاعبين على حكم مباراة المصري، وبتغرم الزمالك 20,000 جنيه لعدم حضور فيريرا المؤتمر الصحفي عقب مباراة الاتحاد السكندري. جيهون كاسانجي المدير الرياضي لنادي بشكتاش بيؤكد تلقي ناديه اهتماما غير رسمي من الأهلي لضم جاكسون موليكا، لكن إدارة النادي التركي بتتمسك باللاعب وبترفض رحيله.
إصابة ياسر إبراهيم تأكد إنها في العضلة الضمة، هيغيب من أسبوعين ل3 أسابيع. يعني جمهور الأهلي كان منتظر هيلحق مباراة الأهلي والزمالك ولا لأ؟ لا، مش هيلحق مباراة الأهلي والزمالك. طب محمود متولي مش هيلعب الأهلي والزمالك، لكن من حقه يلعب الأهلي وسموحة. والأخبار جاية من داخل الأهلي إلى حد ما مطمئنة بشأن حالة محمد عبد المنعم، انه من الممكن جدا ان يلحق بمباراه الاهلي والزمالك، ودي محمود متولي يلعب سموحه في الكاس، وفي رامي ربيعه. او زي ما قلت لكم فاكرين من اول السنه، ولسه قايل لكم من كام يوم انه الكلام اللي بيتقال على انه رامي ربيعه وايمن اشرف هيمشوا، لا، والراجل قال الموسم طويل والاصابات كثيره جدا. كل اللي انا بقوله لكم بيتحقق. رامي ربيعه بقى الاساسي في مباراه الاهلي والزمالك، الله لا يقدر بقى الا اذا جاله اصابه يعني. اوكلاند سيتي النيوزيلندي اللي هينافس الاهلي في كاس العالم للانديه بيتعاقد مع الظهير الايمن الكوسوفي رجوان مراتي لمده موسمين في صفقه انتقال حر. انا شايف ان القرعه في صف النادي الاهلي بشكل كويس. يعني الاهلي لما ان شاء الله باذن الله ينجح اولا في الفوز على اوكلاند سيتي، بس انا ما بحبش اسبق الاحداث، لكن ان شاء الله الاهلي اذا فاز على اوكلاند سيتي هتبقى الدنيا ماشيه بالنسبه له كويس. هيلاعب سياتل الامريكي، وده كويس جدا لانه بعد عن الهلال اقوى، بعد عن الوداد صاحب الملعب والجمهور اقوى. وبعدين اذا فاز على سياتل الامريكي يلعب مع ريال مدريد في نصف النهائي، حتى لو خسر يلعب على المركز الثالث، يبقى حاجه كويسه. بس هل حاله الاهلي بقى هتسمح؟ ده اللي هيحصل خلال الفتره القادمه. رسميا الزمالك يوافق على رحيل يوسف اوباما الى الحزم السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وبيقرر معاقبة إمام عاشور وفقا للائحة بسبب استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي عقب مباراة الاتحاد السكندري بالدوري العام. إبراهيم أنداي بيشارك في جزء من تدريبات الكرة على هامش مران الزمالك بالأمس. على فكرة هو لعيب كويس، بس الإصابات بقى هي اللي مش لطيفة يعني، لكنه هو لعيب كويس. احمد فتوح عبد الله جمعه تدريبات بدنيه، لسه ما دخلوش مع الفريق. نادي سموحه، ولسه النار تحت الرماد في نادي سموحه الحقيقه، ما بين المهندس فرج عامر رئيس النادي، كابتن طارق العشري المدير الفني للفريق، فسخ تعاقده بالتراضي مع الفلسطيني محمد باسم. مباراة النادي الاهلي اللي هيستأنف تدريباته النهارده بعد الراحه اللي خدها بعد مباراه نادي المصري. عنده مباراه سموحه بعد بكره، اتدرب بعد الماتش اللي هو بيوم واحد، وبعدين خد يوم بدلاء. الاصابات كتيره جدا يا جماعه. قفشه خد 20 غرزه، خد 20 غرزه في وشه. هيشوفوا هيعملوا ايه، هيلعبوه ولا مش هيلعبوه، ولا الدنيا شكلها عامله ازاي. والغريب ان بعض الناس طلعت هجمه قفشه، يعني والله العظيم حاجه عجيبه جدا يعني. وابنه يعني كان تعبان كمان. والناس الحقيقه حاجه عجيبه جدا يعني. ربنا يا رب يشفي الجميع وترجع بالسلامه يا قفشه باذن الله. طبعا الاهلي بقى عنده مشكله في قلب الدفاع، بقى عنده مشكله الازمه. ياسر ابراهيم اتصاب، محمود متولي اتوقف. زي ما قلت لك محمد عبد المنعم هم حاطين املهم عليه، بس هو لسه يعني ما تاكدش بنسبه كبيره يعني. كان عنده اجهاد في العضله الخلفيه. هو عايز يلعب مباراه سموحه استعدادا للزمالك، والراجل قلقان عليه في سموحه لا يحصل له اصابه، فعايز يلعب بمتولي ورامي ربيعه، لكن لسه يعني. بالنسبه لبيرسي ده، وده الخبر السعيد، انه بيرسي بقى جاهز، فممكن ياخد جزء كده من مباراه سموحه او يبقى في القائمه. والخبر الاسعد لجماهير الاهلي ان محمد طاهر بقى جاهز بقى من قبل مباراه المصري، لكن برضو الراجل ما حطوش في مباراه المصري خوفا عليه عشان يطمن عليه، وكان عنده جزع في رباط الركبه. لكنه ربنا ييسر الحال يا رب ان شاء الله يعني. وكل اللعيبه اللي في مصر كلها يتم شفائها بامر الله. مسؤولي الاهلي قربوا يخلصوا موضوع المهاجم الاجنبي، الصفقه الرابعه في موسم الانتقالات الجاريه، في تكتم شديد عنها، لكن خلاص يعني هيتم الاعلان. وانا هقول لك في تكتم شديد ليه يعني، لانه الاهلي لم يكن استقر على الصفقه. الاهلي بيطمن من الناحيه الطبيه والناحيه المهريه، ومش عايزين يقعوا في يعني انه يجيبوا حد ما يكملش زي عزيز يعقوب، ومع الناس كلها كانت بتقول لعيب كويس وممكن على فكره يتالق تاني
في الدوري البرتغالي مع ريو افي، لكنه عارفين هو من ايه منطق ايه اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. فلسه مستنيين القصه شكلها عامله ازاي بالنسبه للمهاجم. وانا اعتقد كده انه امير توفيق خارج مصر، اعتقد، ما عنديش معلومه مؤكده، بس فيما يبدو ان امير توفيق خارج مصر يعني. انا معايا الاختار ولا لا معايا الاختار؟ قال له طيب بص استنى بقى نكلمهم. كلموهم في التليفون، قال لهم يا سهى علينا، واحد جاي من الوادي الجديد واحد جاي من هنا. قالوا خلاص بقى ايه، الكابتن محمد عبد العوض هو اللي يلعب المباراه. انا مش بهزر، انا بتكلم جد يعني. ما ينفعش يعني، في مشاكل اداريه زي دي كتير. الدوري الممتاز نفسه عمليه تدوير الحكام مش بنفس العدد، وتلاقي حكام بيظهروا كتير وحكام ما بيظهروش خالص. حكام بتاخد فرصتها بزياده وحكام ما بتاخدش فرصتها على الاطلاق. حكام بتلعب وحتى مستواها سيء جدا واخطائها سيئه جدا جدا وكارثيه، وتلاقيها بتلعب. وحكام ممتازين عندهم اخطاء، مفيش حد ما عندوش اخطاء. وعلى فكره انا اول واحد بطالب بالعقاب، ما عنديش مشاكل خالص ان يبقى فيه ثواب وعقاب وحساب، ابقى بالعكس احط ايدي على ايد الناس، لكنه في النهايه تبقى المساواه مع الجميع. النهارده ما تجيش توقف فلان سين توقفه 6 أسابيع على خطأ، وعلى نفس الخطأ التاني تقول له ما تعملش كده تاني، انا هوقفك بس ماتش وخلاص وخليك جدع وارجع تاني. ما هي دي حاجات يا جماعه، ده انت اصلا شغلتك العداله. في ناس زعلت لما انا اتكلمت على ماتش الاهلي والمصري وقلت طريقه نظره الحكم وطريقه انذاراته ما كانتش جيده، لانه زي ما بقول ده الحكم، ده اللي بيعدل ما بين يعني ما بين الناس في الملعب. يعني ربنا وكلك هنا عشان تحكم بالعدل. اياكوا ان انتوا تبصوا لالوان الفانيلات، مالكش دعوه بالاحمر ولا بالابيض ولا بالاخضر ولا بالازرق خالص. انت بص للصح واعمله، وده مش هيجي غير لما يكون معاك لجنه قاعده فوق دماغك، قاعده توجهك وقاعده تنبهك وقاعده تقول لك وقاعده تصحح لك. لان كلنا محتاجين ده، الناس اللي تصحح لنا، الناس اللي تقف ورانا، الناس اللي تساعدنا، الناس اللي تسندنا، محتاجين ده للاسف الشديد مش موجود منذ بدايه الموسم، ده مش موجود. وفي ناس تانية خرجت من اللجنه شغالين يعني مشغلين ناس بسم الله ما شاء الله على الناس، ودوس زي ما الكتاب بيقول وضغط زي ما الكتاب بيقول. كل الامور دي يا جماعه حاجات تاخرنا كتير. ما تبصش لمصلحه شخصيه، بص لمصلحه عامه عشان يبقى في نجاحات. اتمنى ان رسالتي تصل الى الجميع، واتمنى باذن الله سبحانه وتعالى مستوى التحكيم يرتفع خلال الفتره اللي جايه، واتمنى ان اللجنه تقدر تتعاقد مع حكم جيد لاداره مباراه الاهلي والزمالك زي ما حصل كده مع مارشينياك لاداره مباراه الاهلي وبيراميدز او بيراميدز والاهلي في الدوري العام. فاصل ونرجع تاني.